صحي تشين من بعد ما غلبوا النوم بسبب الصوت العالي. أول حاجة شافها قدامه كانت نار مولعة. ركز شوية، اكتشف إنها معسكر وناس قاعدين بيحتفلوا في حفلة، وهو غلط في الظن وافتكر إنها حفلة عادية وناس قاعدين بيحتفلوا. فجأة شم ريحة لحمة ضاني، والريحة خلته يقوم ينط بسرعة على اللحمة. في اللحظة اللي حاول يجري فيها ناحية الناس واللحمة وقع على الأرض. لاحظ انه مربوط بحبل، اتلخبط ما بقاش فاهم هو ليه مربوط كده. بعدين ظهرت قدامه شاشة مكتوب فيها ان مهمته انه يعيش لمدة 12 ساعة وهو مطارد من قبل ناس بدائيين. لما بص حواليه شاف رجالة ضخام بيلفوا حوالين النار، استغرب جايين منين وحاول يستحضر في دماغه وكان عايز بنت معينة. حتى حاول يقول للرجاله البدائيين ان هو غلط في المكان وهم قربوا منه. بدأ يفتكر ايه اللي حصل قبل كده. كان تشين على الجزيرة قبل 12 ساعة بيشرب مية من نهر صغير، وبيفتكر كان امبارح مع اخته جانج بيشتروا حاجات. فجأة نام وصحي لقى نفسه على الجزيرة المجهولة دي. افتكر ان ربنا بيعاقبه ولا حاجة. شوية شاف رجالة ومعاهم واد صغير بيلعبوا، افتكر انها حاجة زي كوسبلايز كده او بيصوروا فيلم. استغرب واتصدم لما لقى الواد الصغير بيهاجمه مرة واحدة بعصاية كأنه بيتهجم عليه بجد. بدأ يجري ويطلب منهم يبطلوا اللي هم بيعملوه ده، لأنه فاكر ان هم كانوا بيصوروا فيلم او بيعملوا تمثيلية حاجة زي كده. وكان واثق جدا من نفسه انه بيعرف يجري وبكل غرور أسرع منهم. فجأة حدفوا عليه عصاية وحس ان الموضوع بجد. فجأة ظهرت شاشة قدام تشين كاتبة ان عنده مهمة رئيسية. اتصدم وبدأ يتسائل ايه ده نظام ولا ايه؟ انا سافرت لعالم تاني؟ واثناء ما كان لسه بيجري بسرعة رمح جاله فجأة وغرز فيه، وقع على الارض وفقد وعيه. اللي حصل بعد كده فاق ورجع للوقت الحاضر. النظام ظهر له وقال له انه نجا وكمل مهمته بنجاح، وكمكافأة النظام اداله باكج نجاة ونقطة مهارة. تشين استغرب وقال ايه ده، انا جوه لعبة؟ ده شكلنا انتقلنا لعالم تاني، دخلنا العالم جيمز ولا ايه؟ فتح باكج النجاة ولقى جواه فاس اسمه فاس شق الجبل، وكمان اكتسب مهارة جديدة البقاء في البرية والطب البدائي. فجأة بقى بيفهم لغة الناس البدائيين. قال لنفسه اكيد ده عالم بدائي لسه الحضارة ما بدأتش، ويمكن يكون الهدف من اللعبة اني ابني حضارة من الصفر. بدأ الحلم، يعني ممكن ان النظام يخليني وزير او حاكم. وزع نقطة المهارة على القوة وجهز فأس شق الجبل، ولما خلص حس بقوة خارقة. ناس بدائيين شافوه، كان في 2 منهم اسمهم ستون بون ولانجو. ستون بون امرهم يمسكوه قبل ما يهرب. قربوا منه وتشين بكل ثقة قال ازاي تسيئوا الادب مع الحاكم بتاعكو. ستون بون اتفاجئ وسأله ايه ده، حاكم ازاي؟ تشين لمح لانجو وقال له ده اكيد القائد. فبكل جرأة قال لهم انا مبعوث وجايلكوا عشان احكم واسيطر عليكوا. ستون بون اتعصب وجري عليه هجمه. ساعتها النظام طلع له مهمة جديدة، ارهب الناس البدائيين واخضعهم عشان تبقى القائد بتاعهم. الفشل يعني انك هتخسر فاس شق الجبل. تشين اتوتر لان من غير الفاس صعب يعيش في العالم ده. الهجوم بدأ وتشين صد ضربة ستون بون على الارض اتشقت من قوتهم. اتصدم من قوة ستون بون، بس جسمه كان اتطور جدا وما كانش ضعيف زي المرة اللي فاتت. شد حيله وضربه ضربة كسر السلاح بتاع ستون بون. كل الناس البدائيين اتصدموا من قوته. تشين حس بشيء مش مريح. فجأة ستون بون صرخ كلنا نهجم عليه. تشين اتجنن، هو مش عايزني في مبارزة واحد على واحد؟ ازاي بقت حفلة عليا؟ انا عندي 24 سنة يا جدعان، ما ينفعش. وهو بيجري واحد حاول يهاجمه مرة واحدة. تشين اتفاداه ورد عليه بضربة سريعة. صرخ فيهم وقال اوعى تستهبلوا، اقدر اوقع 5 لوحدي قبل ما اموت. بس فجأة الناس كلها بدأت تخاف وتجري بعيد. استغرب قال في ايه؟ النظام ظهر تاني وقال له مهمة جانبية، اطرد النمر اللي هيهاجم الناس دلوقتي. المهمة اتقبلت تلقائي. وتشين قال نمر؟ لف ورا ولقى فعلا نمر واقف وراه. اول ما شافه بدأ يجري، النمر يجري وراه وكل شوية بيهجم عليه. تشين بيفكر هو في ايه؟ هو انا فريسة في غابة ليه الكل عايز ياكلني؟ عارف ان عضة واحدة ممكن تمسح نص جسمه. فجأة مخلب النمر خربشه جامد. تشين فهم ان المواجهة المباشرة مش هتنفع، لازم يهدى ويفكر صح. شاف دخان طالع من النار وافتكر ان الحيوانات دي بتخاف من النار. قال هو ده الحل. وقف وتحدى النمر، قال له تعالى لو راجل. النمر جري عليه.
تشين حاول ينزل تحته بس النمر اكتشف الخدعة بتاعته وداس على بطنه. تشين صرخ وقال اقسم بالله الافلام دي ودتني في داهية. اضطر يجري تاني ناحية النار واستخبى في الاشجار والنباتات. بطلنا تشين قدر يوصل للبون فاير، مسك عصاية مولعة نار ورفعها ناحية النمر. النمر فعلا خاف من النار وتشين بدأ يتحداه بصوت عالي، يلا تعالى لو راجل. بس جواه كان بيتمنى ان النمر يهرب وما يرجعش. وفجأة سمع صوت غريب، صوت زمجرة جاية من بعيد. اتوتر وسأل نفسه هو ده وحش اكبر؟ ده ممكن يكون ديناصور. الغريب ان النمر ذات نفسه اتوتر وفعلا جري وهرب من المكان. تشين وقف في مكانه مصدوم وقال هو ايه اللي يخوف، لكن قرر يبعد عن المكان فورا. الأولوية دلوقتي كانت النجاة. في اللحظة دي النظام ظهر تاني وقال له ان المهمة كملت وكافئه بنقطتين مهارة، وزعهم واحدة على القوة والتانية على السرعة. وفعلا اول ما عمل كده بدأ يجري كأنه صاروخ. رجع للناس البدائيين وستون بون اول ما شافه اتصدم وسأله انت لسه عايش؟ النمر ما كلكش؟ تشين ابتسم وقال له ده بالنسبة لي مجرد قط بلدي جري مني من الخوف. ضحك بكل ثقة وهو حاسس انهم اكيد هيبدأوا يحترموه. وفعلا النظام اداله مهمة جديدة يساعد البدائيين في بناء بيوتهم وتأسيس قبيلة، ويوصل عددهم ل50 شخص في 18 يوم. تشين عدهم لقاهم 15 بس ومعاهم عيال. قال لنفسه عشان نوصل ل50 لازم نضم قبائل تانية. بعد كده المشهد اتحول لليل، الكل نايم بس تشين مش قادر ينام من الجوع. قال يا جدعان انتوا ازاي نايمين ومفيش حراسة؟ شجعان ولا متهورين؟ بس معدته كانت بتقوله كفاية فلسفة، روح هات اكل. كان عايز حد يجي معاه يصطاد. قال لو النمر بيخاف يبقى في حاجة اخطر منه. بس رغم كده قال لنفسه لا، مش هينفع اخاف اكتر من كده، انا محتاج اكل. مع الفاس اللي في ايدي هروح ناحية اي حاجة وادور على اكل. بعد شوية وصل بحذر شديد لمكان كان مركز جامد في كل خطوة واخدها. لقى فعلا ان في حيوانات تانية ميتة حوالين الفخ الضاني. جمعهم كلهم وهو دلوقتي قائد فما ينفعش يفكر في نفسه بس. وهو راجع رجله اتزحلقت ووقع في حفرة. زعق وقال هو مين اللي حافر هنا؟ لكن لما ركز اكتر اكتشف ان ده مش فخ، دي بصمة قدم عملاق. قال يا لهوي ده اكيد ديناصور او حاجة مرعبة عاشت في العصور الجليدية. وقتها فهم بعد ما قابل النمر المفروض كان يتوقع ان ده مش عالم بدائي، ده عالم مليان اخطر مخلوقات في كوكب الارض. قرر انه يلاقي مكان امن للناس وما يأجلش المهمة دي. الصبح لقى البدائيين بيتخانقوا على الاكل، اتعصب وصرخ فيهم كفاية، محدش هياخد اكتر من غيره. فهم ان لسه ما يعرفوش يعني ايه نظام او احترام او مشاركة. ستون بون وضح ان الصيادين بيتبدلوا كل يوم. امبارح كان هو واون وهانجر، النهاردة الدور على الوانج وهيجو وجاو لونجو. كلهم قالوا في نفس واحد لو الملك طالع احنا كمان عايزين نطلع. انا رايح ادور على مكان نبني فيه بيوتنا. ساعتها بنت اسمها مايا قربت منه سألته يعني ايه بيوت؟ تشين قال لها بابتسامة كلها أمل البيت هو المكان اللي هنعيش فيه مع بعض كعيلة، زي جذور الشجرة اللي بتغذي الشجرة كلها وتحميها. بس مش دلوقتي، ده مكان للمستقبل. ساعتها مايا اتأثرت جدا وجريت عليه حضنته وهي بتقول بحماس يعني أنا ممكن أعيش مع الملك وأخلف معاه؟ ستون بون سأله طيب يا ملك هنعيش فين؟ تشين جمعهم كلهم وقال لهم محتاجين ارض واسعة فيها جبال من الشمال ونهر من الجنوب عشان يبقى عندنا مية نشرب منها نزرع بيها ونقطع حطب ونلاقي صخور للبناء، وكمان تكون قرية قريبة من البحر عشان نتعلم نركب البحر بعدين. ساعتها سام قال له انا اعرف المكان ده. تشين ابتسم وقال له جميل، تقدر توصلنا؟ سام قال بس في مشكلة صغيرة، في قطيع بقر هناك مش سهلين. تشين رفع حواجبه وقال بقر؟ احنا هنخاف من البقر؟ ده لحمه طري وكله بروتين. واعلنها رسمي القطيع ده هيبقى عشانه. المشهد اتنقل بسرعة للمكان اللي سام اخدهم عليه. قال لتشين المنطقة آمنة ومفيش داعي انك تقلق. تشين قال كويس يلا نتحرك بسرعة. سام وضح انهم اول ما يطلعوا فوق جبل هيشوفوا القطيع. تشين قال في نفسه هو ايه ده، القطيع ده فيه وحوش ولا ايه؟ اول ما شم ريحة البحر طلب من النظام يفتح الخريطة وبص باندهاش. دي منطقة مثالية ممكن نأسس فيها مدينة.
فجأة سام جذبه وقال اسكت القطيع ممكن يسمعنا. تشين فتح الدليل بتاعه، لقى 3 نباتات وحيوانين حوالين المنطقة، بس مفيش اي معلومة عن البقر ده. سأل سام فين القطيع ده؟ سام قاله ورا الغابة الصغيرة دي، بس نقرب اكتر هيحسوا بينا. تشين بدأ يقلق، ليه سام متوتر كده؟ البقر مش مرعب للدرجة دي. لكن فجأة شجرة بدأت تتحرك. سام قاله بص فوقك. تشين رفع راسه ووشه اتجمد. الكائن ده النظام كتب له ثور القرن الاسود الحديدي. ستون بون قال له وهو مستخبي ومرعوب انت ناوي تصطاد ده فعلا؟ تشين رد عليه بصوت خايف هننصب الكمين ليه دلوقتي. قال ليه بيحصل كده؟ انا كنت بس عايز اعيش في سلام. لكن مفيش وقت للندم. استخدم سرعته وبدأ يدور على اصغر طور في القطيع، واول ما قرب من واحد وش الطور اتغير وزمجر، وفجأة القطيع كله بدأ يجري وراه. تشين جري وعدى النهر وهو بيصرخ انا مش عايز اذيكوا والله. وفي نفس اللحظة القبيلة كانوا فاكرين ان تشين بيضحي بنفسه علشان يحميهم، وقعدوا يتكلموا شايف الملك بيتحدى القطيع كله عشاننا. تشين وصل عند جبل، استخدم مهارته ونط وعرف يهرب من القطيع. بص تحت لقى واحد من الابقار العملاقه خبط في الجبل نفسه. شين واقف فوق الجبل والبقر تحت منه عاملين زي جيش غاضب. شين استغل اللحظه وبدا يفكر مفيش طريق للنزول، البقر مستنيني الحل اطلع لفوق. وبالفعل طلع فوق الجبل وهو بيتنفس بصعوبه، لكن اول ما وصل لفوق اتجمد مكانه. ياه منظر خرافي، ارض واسعه جبال ونهر وبحر يبان في الافق. قال في نفسه هنا انا هبني الامبراطورية بتاعتي. في الوقت ده سام لاحظ ان البقر رجع واتسائل فين الملك؟ هو فين تشين؟ ستون بون شك انه اتسحق وطلع فوق الشجرة عشان يدور عليه. فجأة لقى حاجة جاية في وشه من بعيد. ستون بون اتصدم. تشين نده من فوق وقال برافو انت افتكرتني مت. لا شجاع يلا. الكل فرح انه لسه عايش. ستون بون سأل البقر قوي للدرجة دي؟ تشين قال له وهو بيضحك انا هشويه وهاكله، عايزين تجربوا لحمة البقر؟ الكل هز راسه وقال لا. تشين بدأ يقطع شجرة بضربة واحدة، قطعها نصين. كله اتفاجئ واتذهل. ستون بون سأله ليه قطعتها؟ دي ما بتطلعش فاكهة. تشين رد هنعمل بيها أسلحة دلوقتي ركزوا معايا. ابتدى يعلمهم ازاي يصنعوا رماح، واكتشف ان عنده ميزة تقنية في التصنيع. بدأ يرمي الرمح على الخشب ويصيب الهدف بدقة. القبيلة كلها انبهرت بالاختراع ده، ما خدوش بالهم قبل كده ان الخشب ممكن يتحول لسلاح. تشين قال لستون بون يلا جرب انت الاول ترمي. وساعة ورا ساعة الكل بقى يتمرن. بعد شوية تشين نده للوانج وهيدجو شاو وقال لهم يلا خشوا عليا انتوا الاتنين وهاتوا اخركم. الاتنين هجموا عليه بس هو اتفاداهم بسهولة ورد الضربة ووقع هيدجو. الوانج قام مرة واحدة تاني وهو بينزل دم، كله اتصدم. تشين وقعه تاني وقال له لو دي كانت ضربة وفيها نصل كان زمان يموت. الوانج صرخ وقال تشين الملك. تشين قال لهم القوة مش كفاية، الرمح مش للفشخرة. نصب هدف وقال لهم يلا ارموا عليه الرمح من بعيد. الكل حاول بس ولا واحد جاب الهدف. تشين فكر يمكن اخدت قرار متسرع، مفيش موهبة هنا. فجأة رمح اخترق الهدف من النص. الكل بص ورا لقى هانج تشور واقف بكل هدوء. تشين سأله انت اللي رميته؟ هانج تشور قال كسبت. تشين ابتسم وقال له كسبت رمحين هدية. فجأة حد جه يجري وهو بيصرخ وحش جاي علينا، وحش جاي علينا. تشين قال استعدوا دي فرصة نتمرن فيها. سمعوا زئير الوحش، الكل في وضع القتال. الوحش طلع من بين الشجر زمجر قدامهم. تشين نط عليه وهو بيصرخ ده هيبقى عشان النهارده. قال لهم لفوا حواليه استنوا اشارتي وهاجموا اول ما اقول لكم. بعد شويه سرعه تشين قلت. ستون بون وهانج تشور رموا الرماح من ورا. الوحش زعق جامد وزق تشين بقوه كسر له الرمح بتاعه. فضلوا يحدفوا عليه رماح لحد ما الوحش ابتدى يترنح. كله ابتدى يرمي جامد على الوحش لحد ما الوحش فقد اتزانه تماما. دخل في حالة هيجان وكان هيهرب بس تشين وقف له قال له رايح فين ونزل عليه بالفاس. بعد كده سام نط على الوحش من فوق الشجرة وضربه. الوحش دخل في حالة هستيرية من الغضب والنظام بعد لتشين يحذره. الكل ابتدى يجري في خوف من الوحش، كله خايف للوحش يدوسه. تشين جري ناحية الوحش بكل جراءة ونط هو كمان على الوحش وضربه بالفاس.
حصل انفجار والمكان كله اتغطى دخان. الناس كلها كانت قلقانة وبيسألوا نفسهم يا ترى الملك كويس. ولما الدخان ابتدى يروح تشين قال بصوت عالي ما تعيطوش بقى كده، انتوا بتحاولوا تستدعوا ارواح ولا ايه؟ وبعدين ابتسم وقال كلكم كنتوا ممتازين النهارده. الكل فرح جدا وتشين شكر سام على شغله وبص لهانج شور وقال له انت الام في بي بتاع المعركة، ومن هنا ورايح هتيجي معايا في كل صيد وهديك اسلحة جديدة تجربها. المشهد اتغير بعد شوية وستون بون كان بيحكي لباقي القبايل انه ساعد شين في قتل الوحش. مايا كانت ماشية ومعاها قطعة لحمة. ستون بون قال لها اديني اللحمة دي، لكن مايا رفضت وقالت له اللحمة دي للملك. وراحت لتشين وادت له اللحمة. تشين سألها هناكل هنية كده؟ مايا قالت له فيها مشكلة؟ تشين قال فاكر انكوا استعملتوا النار دي مرة اللي فاتت، ليه دلوقتي بتاكلوها نية؟ مايا ردت معرفناش نحتفظ بالنار المرة اللي فاتت، فما عندناش خيار غير ان احنا ناكلها كده. تشين بدأ يفكر النار كانت بداية الحضارة، بتخلي الناس كلها يحموا نفسهم من الوحوش وتخلي حياتهم اريح واكلهم احسن. قرر يعلمهم ازاي يولعوا نار. تشين نادى على الكل وقال تعالوا هعلمكوا ازاي تولعوا النار. جاب رمح مكسور وبدأ يحك بيه في منطقة خشب وقال لهم حطوا شرايح خشب كتير ونسالة شجر في الفجوة اللي في الجذع، وبعدين لفوا بايديكوا بسرعة عشان تولعوا شرارة. اول ما النار اشتغلت القبيلة كلها اتفاجئت واتجننت من الفرحة وقعدوا يهتفوا ويشكروا تشين. ستون بوم بدأ يزعق ويقول الملك طلع نار، الملك طلع نار. لكن تشين مسكه وقال له اسكت مش لازم تعمل دوشة. فجأة ظهر قدام تشين اشعار تم الحصول على 10 نقاط تكنولوجيا. تشين استغرب وقال ايه فائدة النقط دي؟ بدأ يدور ولقى ان النقط دي ممكن يستخدمها عشان يحدد الالواح الوراثية، وكل عملية تحديد بتحتاج 10 نقط. وسام جه قال له واحنا بنقسم اللحمة دي لاحظت ان في علامات رضاعة على الخنزير الوحشي، فدورت حوالين المكان وفعلا لقيت صغاره. وفجأة النظام بعت له مهمة جانبية روض اطفال الخنزير الوحشي، هل تقبل المهمة؟ تشين نادى على مايا وسام وقال لهم انتوا الاتنين هتروحوا تجيبوا صغار الخنزير الوحشي، بس خلي بالكوا ما تأذوهمش، انا عايزهم كلهم. مايا مسكت ايد سام وجريوا بسرعة للمكان. تشين قال لنفسه ابدأ اجهز زريبة قبل ما يرجعوا. المشهد اتغير لليل وستون بون كان شايل فروع شجر وبيسأل اصحابه هو ليه الملك عايز كل الفروع دي. اول ما رجع للمعسكر شاف الناس بيشتغلوا على حاجة جديدة. سأل هانج شور انتوا بتعملوا ايه؟ هانج شور قال له الملك سماها حبال الحشيش، اقوى بكتير من اللي كنا بنستعمله قبل كده. ستون بون قال له بعصبيه انا مش فاهم حاجه. تشين جه وقال له ما تزعقش هات الفروع دي وتعالى. بعدين قال لهم كل واحد ياخد فرع ويبدا يربط الحبال دي بشكل معين، عايزين نعمل 5 هياكل خشبيه على الاقل. تشين ابتدى يربط الاعواد كلها في بعض عشان يعمل قفص صغير، واول ما عمل القفص الصغير كلهم انبهروا بيه وكل افراد القبيله جريوا ناحيته ودخلوا جوه حظيره الخنازير اللي هو عملها، وقعدوا يتخانقوا عشان كل واحد فيهم يعيش هناك. وساعتها مايا وسام رجعوا معاهم الخنازير الصغيره. تشين قال لسام حطهم جوه الحظيره اللي بنيناها. اول ما سمع ستون بون جري على تشين وهو بعته بيزعق وقال له ازاي تعمل كده يا ملك، ازاي تدي عش بالحلاوه دي للخنازير الوحشيه. اون كمان حضن تشين وقال له انا متفق معاه، احنا كلنا عايزين نعيش في العش ده. وبعدين قال بصوا عايزين تعيشوا في حظيرة دي براحتكم. تشين قال لسام حط الخنازير جوه الحظيرة خلاص. هانشور قرب من تشين وسأله ليه بنيتهم للخنازير اصلا، مش الخنازير دي المفروض ناكلها؟ تشين رد عليه وقال له انت مش نفسك يبقى عندك اكل طول الوقت من غير ما نصطاد؟ هانج شور قال له اه طبعا. تشين شرح له لو ربيناهم وخلفوا هيبقى عندنا مصدر اكل اساسي. فجأة النظام كافئ تشين على انه روض الحيوانات دي، ولما فتح المكافأة لقى كيس ملح ووصفات لأكلات زي بتنجان مقلي، فول سوداني متشوح، بيض مقلي، رجل خروف مشوي، محار متشوح. تشين استغرب جدا وقال هو النظام ده عايزني ابقى شيف ولا ايه؟ بس النظام بين له انه لو خلص الوصفات دي ممكن يفتح مكافآت خاصة. في نص الليل الكل كان نايم ما عدا تشين وسام. تشين شكر سام على تعبه النهارده. سام قال له انا حاسس اني عملت لك مشاكل من يوم ما خطفتك، عشان كده شايف اني لازم اتحمل المسؤوليه. تشين قال له هو بيضحك انا ما بزعلش منك ولا شايل لك حاجه. بعدين ساله في قبائل تانية حوالينا زينا كده؟ سام قال له اه شفنا شويه قبائل قبل كده بس كانوا مش ودودين خالص وشكلهم كمان كان مختلف عننا خالص. تشين ساله طب احكي لي اكتر كانوا فين؟
سام قال له في 3 قبائل اعرفهم، قبيلة جوز الهند، قبيلة الخليج، وقبيلة الحجر العملاق. كل قبيلة منهم لازم تمشي يوم وليلة عشان توصل لهم. تشين قال له احكي لي عن كل واحدة. سام بدأ يشرح. قبيلة جوز الهند فيها حوالي 30-40 شخص وزعمتهم ست قوية أوي. قبيلة الخليج عددهم 30-40 بس شكلهم مرعب ودايما بيتخانقوا مع بعض على طول. اما قبيلة الحجر العملاق ده اقوى واحد فيهم، عددهم كبير قوي، عايشين فوق جبل في الجنوب الغربي، ما بينزلوش تحت الا قليل. سام قال له انه سمع ان زعيم قبيلة الحجر العملاق عنده قوة مهولة وبيقدر يهزم نمر بايده العادية من غير اي سلاح. تشين بدأ يفكر لو كلام سام صح يبقى قبيلة جوز الهند هي اسهل هدف نبدأ بيه، الباقي معقدين قوي مليانين مشاكل. فجأة تشين حس بحد وراه، لف لقى مايا حضناه من ورا وسألته لسه صاحي ليه؟ مايا قعدت على الارض بطريقه غريبه وقالت له انا شبه القطه كده. تشين استغرب وخد سام من ايده وقال له انا سام كان عايزني في حاجه فانا همشي دلوقتي بعدين بقى. مايا اتضايقت شويه من رد المشهد اتحول لتاني يوم الصبح. تشين وسام كانوا مستنيين عند البحر، مستنيين قبيله الخليج توصل. وفعلا قبيلة الخليج جم عشان يطاردوا طائر الدودو. تشين فرح انهم جم، كان مرعوب من تصرفاتهم همجية جدا. ساعتها تشين سأل سام ليه ما نضمش القبيلة دي لينا؟ ده احنا ممكن نزود عددنا وكمان هنضمن مورد ثابت زي طيور الدودو. بس سام رد عليه وهو مهموم احنا عددنا نصهم بالعافية، ولو حصلت خناقة بيننا وبينهم اكيد هنخسر. تشين فكر بصوت عالي بس لو معانا اسلحة اقوى ممكن نقلب الموازين، وقرر ان الخطة تبدأ من الاول. لازم يخلصوا من قطيع البقر الاول وبعدها يستخدموا الموارد الجديدة في تصنيع اسلحة اقوى. رجعوا للقبيلة والناس كانت مبسوطة ان الملك رجع. تشين اعتذر وقال انا اسف بس في شغل كتير لازم نخلصه. بعدها بص لستون بون وقال له ابدأ اتدرب وارمي الرماح، وكلف هانجر انه يدرب الكل ويخليهم محترفين في يوم واحد بس. وفجأة مايا وصلت شايلة ورقة خضراء وقالت بابتسامة بص الورقة دي مريحة جدا. تشين قال لمايا انا محتاج صخور عشان نسن بيها الرماح. مايا رجعت بعد شوية وجابت الستات معها شايلين صخور. سألته الصخور دي مناسبة؟ رد عليها وقال لها تمام، هنفركهم على الحجر لحد ما يطلع نصل حاد ونربطه على العصاية، كده عملنا فاس من الحجر والخشب. البنات انبهروا لكن تشين اتضايق لما النظام اداله نقطة واحدة بس كمكافأة. لكن فجأة مايا قالت له بص على ده، كانت عملت فأس بحدين. تشين شافها وانبهر وبدأ يضحك وقال لها برافو عبقرية. وهنا النظام فجر مفاجأة جديدة لتشين، تم تفعيل خاصية اكتشاف المواهب، واكتشف ان مايا عندها موهبة في تصنيع الأدوات. مايا لاحظت انه مركز فيها وسألته بتبصلي كده ليه؟ لكنه اتجاهل السؤال ده وقال للبنات يشتغلوا اكتر ويصنعوا اكبر عدد ممكن من الرماح والفؤوس. بعد ساعات من الشغل كانوا عملوا 30 رمح وفاس. وتشين شكر مايا جدا لانها لوحدها عملت اكتر من نص العدد. بس لما شاف ايدين مايا مليانة جروح وشه اتغير وقلق عليها وهي اتكسفت بس فرحت. البنات التانيين جريوا وسألوه هو احنا كمان مش هنبهرك؟ تشين صرخ فيهم وقال مش كده، مش زي ما انتم فاهمين، وجري منهم وهو بيضحك وقال كفايه شغل النهارده خدوا بريك. راح عند الرجاله لكن فجأة خشبة طارت في وشه زي السهم. تشين فداها ولما بص حواليه لقى ان ده جزء من التدريب. هانجر كان بيدرب الرجال على الرمي وقال لتشين انهم بيتطوروا بسرعة والكل بقى يعرف يصيب الهدف. تشين فتح خاصية اكتشاف المواهب ولقى ان هانجر موهوب في الرمي الدقيق. كمان لاحظ ان الوانج اتقن الرمي قبلهم كلهم، وانه مع وولف بوم بيشكلوا ثنائي بيرمي 4 رماح في لحظة واحدة. تشين اتحمس وقال دلوقتي نقدر نواجه قطيع السيران السوداء. ستون بون قال له بقلق متأكد؟ تشين هز راسه وقال له ايوه بس لازم نستخدم السلاح السري. هانجر اتفاجئ وسأله سلاح سري ايه هو؟ تشين طلع شوية اوراق سودا وقال لهم جمعوا منها كتير بس اياكوا تلمسوها وايديكوا فيها جروح، الورق ده فيه مادة بتشل الحركة. الليل جه. تشين قاعد بيكسر ويشكل حجر. مايا جت وجابت كل الرماح وسألته حفرت في الحجر ده كده ليه؟ قال لها ده هاون وهتفهمي دلوقتي. طلب منها تجمع الستات وتسحق الورق السام بالحجر وبعدين يدهنوا بيه رؤوس الرماح. في اللحظة دي ليوتين ظهر وقال الرجالة عايزين يشاركوا هما كمان. تشين ابتسم وقال له استنوا دوركوا جاي. المشهد بيتنقل لما تشين كان قاعد على الشجرة وبياكل اللحمة المشوية بتاعته وبيحط الملح اللي خده من النظام. فجأة مايا بتظهر له مرة واحدة وبترمي عليه الرمح وتقول له يا ملك
كله جاهز يلا بينا. تشين وقف وقال للبنات خليكوا هنا واحموا العيال والمكان، وجه باقي الرجاله يجهزوا ويطلعوا على المكان معاه على الجبل. الكل فرح، مسكوا اسلحتهم مستعدين يوروا الوحوش مين اللي يحكم الجبل. وصلوا لقمه الجبل. اجون قلب قلق، ازاي الملك بتاعنا ينزل طعم لوحده كده؟ ده خطر كبير. ستون بون رد عليه، زعيمنا قوي ما تخافش عليه، خاف على نفسك. سام نبههم وقال لهم استعدوا، في حركه غريبه عند النهر، التيران بتتحرك او بيجروا ورا حد. ستون بون بص للمجموعه ونادى على مايا والبنات، ما ينفعش يخلص السلاح دلوقتي، الزعيم بيخاطر بحياته وما ينفعش نخسره. وقتها نرجع للي حصل قبلها ب10 دقايق. تشين كان بيتجول وسط التيران السودا وبيفكر ان الهروب للجبل ممكن يكون هو الحل، لكن بحذر قال اجرب استفز واحد فيهم. رشق حجر على واحد من التيران وصرخ، قال له انا القائد هنا، لو راجل تعالالي. التور اتجنن، وفجأة 3 تيران جريوا وراه بهستيريا، وهو بيجري صرخ لتحت ستون بون يستهدف الهدف الاول، ارمي عليه بسرعة. ستون بون جهز الناس وقال لهم ارموا الرماح دلوقتي. الرماح طارت وكلهم اصابوا الهدف بدقة. لانج شور حدف في اللحظة المناسبة، ركز ضرباته على قلب السيران، الكل اتجمع عند الجبل. التيران هاجت وبدأت تضرب الجبل بغباء. تشين حاول يطلع لمكان عالي بس ايده اتزحلقت. ستون بوم مدله ايده في اخر لحظة وانقذه. تشين قال بصوت عالي اهجموا دلوقتي وهم ضعاف. ستون بون خد القيادة وبدأ يوجه الناس. تشين شاف ده وفهم ان الولد ده عنده كاريزما، لازم ادربه هيبقى قائد مهم. ستون بون قال لتشين شكل السم اشتغل اسرع من المرة اللي فاتت. وفجأة سام صرخ في قطيع تاني جاي شكله كبير جدا. تشين ما تخافوش كله تحت السيطرة، بس ما تسيبوش ال3 دول يهربوا. التيران بتحاول ترجع لورا لكنهم بيمشوا ببطء بسبب السم. تشين امرهم يستهدفوا رجليهم بسرعة، ما تسيبوهمش يهربوا. رماحهم صابتهم وال3 وقعوا على الارض. تشين قال لهم كفاية وقفوا. ستون بون اعترض، لا ما ينفعش نرحمهم دلوقتي، لسه في قطيع جاي. تشين سأل عدد الرماح اللي فاضل كام، ما قالت له 28. سام بلغ ان في 20 تور جاي. تشين قال عشان كده كنت عايز نقف، ما نقدرش نحاربهم كلهم. الخطة من الاول كانت تصفية القائد بتاعهم، لو وقع القطيع كله هيفر. فجأة سام صرخ الزعيم جاي شكله وحش ضخم. زعيم التيران زقر وكل القطيع بدأ يجري ناحيتهم. تشين قال في نفسه هدفي من البداية اني اوقع البوس بتاعهم والملك بتاعهم، بعد كده باقي التيران هتهرب وهي خايفة، عشان كده سبت ال3 دول عايشين عشان الملك يجي وياخدهم وعاملهم طعم. بعد صرخة الملك بتاع التيران الشديدة وخبط التيران في الجبل اتهز من قوة الخبطات والصدمات اللي خدها، من قوة الصدمة بتاعت التيران. الجبل ابتدى يتفك من بعضه ويقعوا، انهار تماما الجزء اللي هم واقفين عليه، وفجأة انهار الجزء اللي مايا واقفة عليه، وقع تماما، وقعت واتخبطت خبطة عنيفة جدا على الارض. نزل وراها بسرعة تشين هو ويلو ستون واتنين معاهم كمان عشان يلحقوها من التيران، بس قد فات الاوان والثيران حاصرتهم كلهم. الاخين بيتحدثوا مع بعض، ننزل ننقذهم. واحد فيهم قال للتاني اسمع لتعليمات الملك ونفذ اللي قاله. تشين بيتساءل هو القائد بتاعهم ذكي اوي كده وعنده ذكاء انساني عشان يفهم خطتي؟ ستون بون بيجمع القبيله كلها وبيقول لهم استعدوا يلا عشان ننزل للملك. تشين زعله وقال له لا خليك عندك فوق، اهجم على اللي يجي من الاول. بدأ هجوم شرس وعنيف من التيران عليهم. ابتدى رد الفعل من تشين والقبيله بتاعته. ابتدى تشين في هجوم عنيف على التيران ويموت ده وده. كان في تور هيجيبه بس لحقوا ابن قبيلته، وبعمل جماعي بالرماح والفاس بتاع تشين عرفوا يسيطروا على الموقف ويطلعوا منه. القبيله كلها كانت بتحارب والاخوين عرفوا يوقعوا تور لوحديهم، ده طبعا بدعم من ستون بون وهو واقف على الجبل. تشين خلص معركته مع التيران اللي كانوا بيواجهوها. التيران وقفت مره واحده عن الهجوم وبيرجعوا لورا. تشين حلل الموقف وعرف ان القائد هيهجم عليهم دلوقتي. الجو ابتدى يمطر وملامح تشين مش مرتاحه. القائد بتاع القطيع داخل عليهم وتشين قال يلا بينا. ابتدى ياخد نفس كبير جدا، طلع مدفع نار من بقه عليهم وكله هرب من الطريق. مدفع النار اللي طلعه خبط في الجبل لدرجة انه عمل صدع في الجبل. ما كانش عارف هي دي زعيقة ولا رمى حاجة. قال لهم خدوا مايا وانا هكمل الباقي. قعد يهوشه بالفاس ويقول له انا خصمك هنا تعال ورايا. قائد القطيع بيهجم على تشين هجمات شرسة، بس تشين بيفاديها وبيرد له ضربة قوية بالفاس لدرجة ان التلاحم ما بينهم عمل فجوة في الارض. تشين بيطير لبعيد من قوة الاصطدام مع قرن القائد. قائد القطيع نط
وطار حرفيا عايز ينزل على تشين بضربه ساحقه. تشين شاف الصدع اللي عمله من شويه وطلع جري فوق على الجبل. التور ما سابوش ونطح الجبل نطحه قويه عملت انفجار رهيب. كله افتكر ان الملك مات. قائد القطيع بص على باقي القبيله ونط عليهم في هجوم مباشر. في لحظة صمت طلعت ضربة قوية في الفجوة اللي عملها التور في وسط الجبل. ظهر تشين تاني وقال له بالرغم من ان الضربة كانت قوية وانا اتصبت بس عرفت استخبى. وبنبرة حد قال لستون بون اجهز واستنى الاوامر. هجم مرة واحدة تشين على قائد القطيع. اخين هجموا معاه كدعم ليه. اول واحد حاول يهجم عليه قائد القطيع غرز قرنه في بطنه. كلهم مرة واحدة شنوا هجمات قوية على قائد القطيع لدرجة انه اتضايق. هجم هجوم عنيف جدا بس القائد القطيع مسك واحد والتاني متعلق عند عينه والملك هجم عليه من وراه. هجوم اثر جامد في قائد القطيع. بدأ يطلق النار من بقه تاني. نط عليه تشين وجرحه في كتفه جرح عميق جدا. قال ستون بون ابدأ يرمي الرماح اللي فيها السم عشان يخدره. بدأت الرماح تروح عليه زي المطر والوحش اتأثر جدا بالرماح. دخل في حالة هيجان وبعد كده وقع على الأرض. كله ابتدى يحتفل بالانتصار ويحيوا الملك بتاعهم. بس الملك كان حاسس ان في حاجة مش مظبوطة. ليه بقى القطيع مستني كأنه واقف مستني حاجة؟ فجأة قائد القطيع قام من ورا تشين وبيبص له بغضب. ضرب تشين ضربة قوية جدا وطيره بعيد. كمل ضرب ودخل على باقي القبيلة وضربهم ضربة قوية وطيرهم كمان. التور دخل في حالة هيجان تاني وضرب مدفع النار اللي ضربه قبل كده تاني. تشين قاعد مصدوم واقف باصص للوحش مش عارف يعمل ايه معاه. الوحش طلع الرمح المسمم من جسده ورماه على تشين. تشين حركته اتشلت وهو شايف الرمح جاي عليه. مايا جريت ناحية تشين رشق فيها الرمح اللي قائد القطيع ضربه. وقف تشين مصدوم من اللي حصل. وقف بص على مايا وعينيه كلها غضب. وقف مصدوم هو بيسترجع الذكريات بتاعتها معاه. خد الفاس بتاعه وداخل على قائد القطيع. اتحول تشين لشخص تاني تماما. النظام بيحذره انه في تحميل على الطاقة. قال للوحش يلا نروح للجحيم انا وانت مع بعض. ضربة واحدة تشين كسر الارض من تحته وقسم الوحش نصين. وقف تشين بالتحول الجديد وقال بقى القطيع اللي عايز يموت يقرب. القطيع كله جري من الخوف. تشين وقع الفاس بتاعه والنظام قال له حياتك في خطر. تشين قاعد يكح دم جامد وبعد كده اغمى عليه. بيصحى تشين على وش ايو بتقول له فقت يا ملك؟ بيقول لها هو انا نايم في الحظيره؟ بتقول له لا بعد الحرب مع التيران السوداء نقلنا للمكان ده. قالت له انا هروح اقول لباقي القبيله انك فقت. قال لها لا استنى هما بيج وجرين فاين كويسين؟ قالت له ايوه جرين فاين لقيناه في نفسه الاخير ومن ساعه ما فاق وهو بيحرس الكوخ بتاعك. وبيج لسه مغمى عليها بس الدواء بتاعك جاب نتيجه معاها. قال لها انا بالي قد ايه فاقد الوعي؟ قالت له 4 ايام. قال لها ايه 4 ايام؟ فتح النظام لقى فعلا ان فاضل له 11 يوم على اكتمال المهمه. قام بسرعه وقال مفيش وقت اضيعه. تشين حاول يقوم بس جسمه ما ساعدوش وقال لها اندهيلي ستون بون وقولي له ان انا فقت بس. قال مع نفسه لو الناس شافتني عاجز المهمه ممكن تفشل. ستون بون وصل وتشين قال له يسمع من بره وما يدخلش. ستون بون قال له مبسوط انك بخير يا ملك. تشين اداله تعليمات وستون بون راح ينفذها على طول. نده على لانج شو وقال له عايزك تروح تجيب لي عظام وجلد زعيم التيران وخلي الجلد سليم على قد ما تقدر. لانج تشو اتفاجئ خصوصا لما تشين اداله سلاحه الشخصي. ايوه قالت للملك لازم ترتاح دلوقتي. الملك تشين رد عليها وقال لها لا مش دلوقتي عايز اتكلم معاكي في حاجه. انا بعتهم عشان اقولك المهمه الخاصه بتاعتك. قال لها اقعدي واسمعيني كويس جدا. قال لها انا عايزك تمثلي مسرحيه هتعملي مفاوضه مع قبيله جوز الهند ولازم تقنعيهم ينضموا لينا. قالت له دي عددها كبير قوي. قال لها عشان كده لازم نظهر لهم قوتنا ولان القبيله كلها ستات وانت ست فهمك ليهم هيبقى اسهل وانت الوحيده اللي عارفه حالتي الصحيه متدمره ازاي. حاسس ان جسمي بيتفتت بعد الضربه الاخيره. قالت له سيبها عليا وانا هعرف اعمل اللي انت عايزه. ايوه سام كانوا في طريقهم لقبيله جوز الهند. سام قال لها الناس دي بيكرهوا المشاكل بس برضه ما ينفعش نستفزهم دلوقتي. ايوه قالت له انا عارفه بس انا عايزاهم يقتنعوا وانت سيبها عليا. قال لها شايفه الشلال اللي هناك ده هم اللي في الميه والست اللي هناك دي هي الزعيمه بتاعتهم. قالت له ايه ده دي حلوه جدا. قال لها ما تنخدعيش بجمالها دي كلت قبل كده كذا واحد من اتباعها. حارسات القريه
مسكتهم هما بيتجسسوا عليهم، ودوهم للملكة وقالوا لها قفشوهم هما بيتجسسوا. قالت لها ايوه لا احنا مش جواسيس، احنا سفرة والملك بتاعنا بعتنا. الملك بعتك وهو قاعد بياكل يعني هناك، عايشة كخدامة يعني. وبإشارة من الملكة سحبوا سام وفصلوه عن ايو. قالت لها ايو كنت فاكرك ملكة حكيمة، وجبل اللحمة اللي كنا هنديهولكوا هنديه لقبيلة الكائنات البحرية. الملكة قالت لها انت قلتي جبل لحمة؟ ايو قالت ايوه جبل لحمة ومن التيران السودا كمان. الملكة قالت لها يعني عايزين تتحدوا معانا عشان نصطاد السيران السودا؟ ايوه قالت لها نتحد معاكم، احنا مش محتاجين قوتكم، احنا سيطرنا على السيران السودا وخدنا الارض اللي هم كانوا عليها كمان. الملكة قالت لها عارفة مصير اللي بيكذب عليا ايه؟ ايوه قالت حتى قائد وزعيم السيران السودا وقع قدام الملك بتاعنا. واحدة من الحارسات بتقول للملكة ممكن يكون فخ. ايوه قالت لها فخ؟ الملك بتاعنا لو عايز يمسح القبيلة بتاعتكو هيعملها لوحده، ولو يا ملكة خايفة تيجي بعتي حد ياخد اللحمة بتاعتكو. راحت معاها وسام وليزا ومعاهم كام بنت من قبيلتها، دخلوا على القرية وسام سلم عليهم. ستون بون قال لسام بطل العبط اللي انت فيه ده وتعالى ساعدنا نبني البيوت. حارسة الملكة قالت لها ايه يا ملكة البيوت دي؟ ملكة ليزا بصت لتشين وحست بخطر حقيقي، وقالت في نفسها انا حاسة منه بهالة مرعبة جدا. تشين كان لابس زي محارب بدائي وصوته وهو بيكلم الملكة كان مليان هيبة. تشين قال لها شكرا انك جيتي واللحمة اللي وعدنا بيها موجودة. واحدة من المحاربات بتاعت الملكة قالت له يلا طلعها طيب عايزين اللحمة. تشين قال لهم هناك اللحمة خدوا على قد ما تقدروا. راحت واحدة من المحاربات عشان تقطع اللحمة بس سلاحها اتكسر من صلابة اللحمة. لونج قاعد يضحك عليها، بدأت تبلطج على لونج قال لها ايه يعني عايز تعملي مشكلة؟ فجأة لقوا فاس طاير من بعيد وقطع اللحمة، كلهم اتخضوا، كله اتفاجئ من قوة الملك بالذات الملكة وقفت مذهولة. الملك امره انه يستعمل الفاس عشان يقطع لهم اللحمة. لونج قال للملك بس هم استفزونا الاول. الملك قال له بعصبية اسمع الاوامر. لونج قال لبنات قبيلة جوز الهند انتوا محظوظين ان الملك بتاعنا كريم. بعد كده الملك قال للملكة تقدروا تاخدوا اكبر عدد من اللحمة اللي انتوا عايزينها. سألته ازاي قدرت تسيطر على قطيع التيران السودا دي؟ قال لها مش هقولك دلوقتي، المعلومات دي شخصية، هقولك بعدين. خد اللحمة واعتبريها بداية مش النهاية. لكن تشين من جواه كان مقلق، حاسس ان حركة رمية الفاس دي كانت زيادة شوية واستعراض اكتر من اللازم، ولو ما كانش رابط جرحه بجلد السور كان زمان الدم فاض دلوقتي. وفعلا نقطة دم نزلت وتشين قلق، بس لحسن حظه بدأت تشغل ليزا بالكلام وادت له فرصة يخبي الجرح. عرضت على الملكة انها تديها اسلحة من اللي معاها. رفضت الملكة عرض وقالت لها احنا معانا اسلحة اقوى من اللي معاكم بس احنا لسه ما وريناها لكمش. الملكة واتباعها خدوا اللحمة ومشيوا وهما ماشيين بتقول لها خدي اللي انت عايزاه في اي وقت عايزة تيجي خدي تاني. الملكة سألتهم هما مروحين عملتوا ايه في التحقيق اللي قلتلكوا عليه؟ الجواسيس بتوعها قالوا لها بيبنوا حاجة اسمها بيوت حاطين فيها خنازير صغيرة. الملكة استغربت ازاي يبنوا حاجة بالجمال ده لخنازير صغيرة، وقدروا كمان يا ملكة يستعملوا النار. الملكة اتفاجئت قالوا ازاي كلهم؟ الجاسوسة همست للملكة وقالت لها القبيلة دي مش اكتر من 10 افراد، فيهم عيال وشيوخ وانا شايفة ان هم متعمدين يخفوا عددهم الحقيقي. ليزا سألتها ليه ما قربتوش اكتر؟ الجاسوسة ردت عليها المنطقة حوالينهم مفيش فيها أشجار ولو قربنا كنا هنتكشف فاضطرينا نراقب من بعيد. ليزا بصت لهم بعصبية وبدون إنذار طلعت الصوب بتاعها وجلدتهم كلهم وقالت بصوت مرعب لو عملتوا أعذار تاني مش هتعدي بالصوب بس. كلهم نزلوا على الأرض وقالوا لها شكرا يا مولاتي على رحمتك معانا. المشهد بيرجع لتشين قاعد مرتاح شوية بس مرهق. قربت منه وسألته انت كويس؟ قال لها معركة التيران كانت صعبة قوي واثرت فيها جامد، ولاحظ ان لسانها حلو عارفة تتكلم كويس. فجأة سألته بنبرة مرحة لو قارنتني بليزا تفتكر انا احسن؟ تشين وشه احمر وقال ما تفهميش غلط مش كده. بعدين طلب منها تدخل للي مستخبيين بره عشان يساعدوه يرتاح، وقال انه هيخلي جرين فاين يحرس الباب لحد ما يتعافى تماما. وقالت له وهي بتضحك انت شكلك جامد قوي كده. تشين احمر وهو مكسوف، وفجأة سام دخل وهو بيضحك. اللي توقعته طلع صح، قبيلة جوز الهند فعلا عاملين نقاط مراقبة حوالينا.
تشين سأله عن المهمة التانية. سام قال له بفخر تمت، هم شافوا اللي احنا عايزين نوريه لهم بس وما شافوش اللي مش لازم يعرفوه. تشين ابتسم وقال شغل جامد يا سام. سام قال له ده اقل حاجة، دلوقتي رايح اساعد ستون بون في البناء. بعد ما مشي ايو سأل تشين تفتكر قبيلة جوز الهند ممكن فعلا تنضم لينا؟ تشين قال لها لسه بدري نحكم، الخطة نصها بس تنفذ، المرة الجاية هنبدأ في الجزء التاني. بعدها دخل الكوخ وفتح الامدادات، لقى ان النظام بعت له فاضل 11 يوم بس على انه يأسس قبيلة فيها 50 واحد، جسمه مش هيلحق يستشفى. طلب من النظام انه يفتح المخزن، لقى باكو ملح وانبوبة مرهم دموي فاضل فيها استخدام واحد بس. لكنه لاحظ حاجة غريبة، الفاس بتاعه اتحول لفاس بانجو اسطوري. اتصدم، ازاي؟ ده كان مع لانج الصبح، اكيد اتفعل لما اتصبت في المعركة. وقال في نفسه اكيد لما ضربت الوحش ودمي نزل على الفاس الشرط ده اتفعل. واتسائل يا ترى باقي الاسلحة فيها قدرات خفية زي كده، بس قرر يأجل التفكير وقال سيبها بعد كده. بص تاني في المخزن للمرهم، قال يحتفظ بيه اللحظة حرجة، اللحمة اللي خدوها البنات تكفي اليومين بكتير وهيرجعوا تاني. تشين حس ان الوقت بيضيع، قرر يعتمد على سام ولانج جو وراح ناداله في شغل ليه. بعد شوية سام جه جاري وسأله في ايه يا ملك؟ تشين قال له فاكر التيران السودا اللي طردناهم؟ عندك يومين ترجع لي باخبار عنهم. سام من غير ما يتناقش جري وهو بيزعق هرجع بسرعة اوعى تقلق. في الوقت اللي سام كان بيجري ورا المهمة، تشين قرر يكافئ كل افراد القبيلة، الناس كلها كانت شغالة من قلبها، فجه الوقت انه يرد الجميل. بين ما سام كان بيدور شين كان بيجهز الهدايا. بعد يومين شاف على الشاشة انه فاضل 9 ايام بس على نهاية المهمة ويكون قبيلة من 50 نفر. كسب شوية نقاط تقنية كمان بعد ما عمل راس الحربة صفارة من عظم، قربة مية من قرن تور. قال لنفسه الصفارة هديها لستون بون تنفعه في المعارك او الصيد، وراس الرمح تقوي سلاحهم لو حصلت مواجهة، وقربة المية هديها لسام يستاهل. فجأة ايو دخلت وقالت له في خبر حلو، البيوت خلصت. شين قال لها بحماس يلا نروح نشوف. وصلوا وستون بون كان مستنيهم فرحان زي العيل، بصوا شغلنا جامد. تشين من جواه ما كانش منبهر بس قال له حلو قوي. الناس كلها كانت طايره من الفرحه، اخيرا مش هيعيشوا في اكواخ ولا هيدوروا على فروع شجر. لما حطوا باب البيت تشين كسب 10 نقط تقنيه كمان. بص حوالين المعسكر، الناس اتغيرت قوي، بقوا شبه بني ادمين مش وحوش. كانوا بيشربوا من البرك ويلبسوا فرو ودلوقتي بقوا حضاره صغيره. لكن فجاه سام دخل بيزعق، لقيت التيران السودا. تشين ابتسم وقال له تمام كده نبدا الجزء التاني من الخطه. نادى على الكل وقال ستون بون تعال عايزك في كلمتين. شرح لهم الخطه وسأل حد عنده استفسار. ستون بون قال بخوف هي الخطه دي هتنفع؟ دي فيها مخاطره كبيره. سام قال له بثقه ما تقلقش انا هتصرف، بس انت وقت اللزوم خليك قائد للباقيين. تشين طلع الصفاره من جيبه واداها لستون بون، قال له دي هتساعدك تسيطر عليهم. وقال لسام ليك هديه بعد ما نخلص المهمه. سام اتحمس وتشين ابتسم وقال له وقت الاشاره كلكم اتحركوا على حسب ما اتفقنا. وسام ستون بون واليانج كل واحد ليه دور، لكن تشين كان عارف ان العدد قليل حتى المصابين لازم يشتغلوا. قال لايو خلي مايا ولانج ويولعوا نار كبيره قدام البيت. ايو سالته عشان الضيوف، رد قال لها ايوه. وفعلا واحده من البنات كانت بتشتغل، وفجاه لحظه تحرك كبير، ناس من قبيله جوز الهند جايين. جريت على تشين وقالت له هي بتنهج جايين، القبيله وصلت. في الوقت ده ايو كانت قاعده جوه بتراعي تشين، وهو قال في سره جميل لما تلاقي حد مهتم بيك بالشكل ده. وفكر لما سيطر عليهم هما الاتنين هيبقوا هما الاتنين تحت سيطرتي وبيخدموني. ايو خرجت تقابلهم وقالت لليزا الملك مستني جوه القصر. ليزا اتصدمت، قصر ازاي بقى من عشه القصر خشب؟ ضحكت الملكه وسالت ايو هو خايف يطلع يقابلنا؟ احنا مش ناويين نزعجه بس لازم ناخد لحمه كتير المره دي. وقالت ان معاها ناس كتيره من القبيله حبوا يتعرفوا على الجيران، يا رب ما يخوفوش حد. ايو ضحكت وقالت الملك امر نحضر حصه ل40 نفر، بس انت ما جبتيش 40 واحد. الملكه ليزا قالت لها لو مش عاجبك عددنا تعالي زودينا واخدميني في القبيله. ايو ردت بفخر انا انبهرت بقوه الملك من اول يوم، بس شكرا على عرضك. وديتهم مكان اللحمه وقالت لو مش هتقدروا تشيلوها كلوا هنا واطلبوا مساعده المحاربين لو عايزين. ليزا امرت اتباعها ياكلوا بسلام ودخلت تقابل تشين. اول ما دخلت شافته جوه البيت الانيق، اتخضت شويه واتكسفت بس قالت له ده بيتك باين عليه مرتب قوي. تشين لاحظ اعجابها فقرر يكمل التمثيليه عليها. قال ده بيت مؤقت، اول ما نبني القصر الحقيقي ده هيبقى مكان للقبائل اللي تحت حمايتنا. الملكه اتصدمت وقالت له يعني هتسكنهم هنا؟ تشين قال لها عارف انه بسيط بس اللي جاي احسن. فجاه ليزا طلعت الصوت وربطت بيه تشين وقربت منه بسرعه. تشين قلق وسالها انت بتعملي ايه؟ ليزا ردت بابتسامه غامضه مفيش حد بيفهم الرجاله اكتر مني وعندي طرق كتير تخليك تسلم لي الحاجات الغريبه اللي عندك دي. رغم ان تشين حس ان الموقف مثير شويه لكنه حاول يفضل محافظ على ملامحه الجاده، وضحك وقال لها بجد فاكره كده هتقدري تخليني اسلمك كل حاجه كده؟ فاكره ان ما عنديش خطه بديله؟
لكن جواه كان عارف ان مفيش عنده خطة بديلة وكل حاجة خرجت عن السيطرة وجسمه لسه مجهد ومش جاهز للقتال. في اللحظة الحرجة دي دخلت ايو واعلنت ان الوليمة بقت جاهزة. لما شافت تشين وليزا في الوضع ده اتصدمت وقالت بصوت عالي ان تشين المفروض ما يعملش كده. ليزا بسرعة شالت الصوت وتشين قال كفاية كلام، يلا نخرج ناكل اللحم. الملكة اتسألت هو فعلا عنده خطة بديلة ولا ما كانش خايف يموت. سأل ايو لو كانت ولعت النار. بره بنات عشيرة جوز الهند كانوا فرحانين بالاكل وتشين وزع عليهم ملح من اللي عنده. ايو اقترحت عليهم يرشوه على الاكل علشان الطعم. ليزا اتضايقت وسألت ايو انت بترش ايه؟ ايوه ردت بكل هدوء لو خايفه ما تاكليش بس شكلك هتخسري كتير. اول ما ملكه قبيله جوز الهند دقت اللحمه بالملح انبهرت من الطعم وحبتها في لحظتها. في مشهد تاني كان ستون بون وهانجر ولونج مع باقي الشباب جنب قطيع التيران السودا. لونج سأل ليه بنصطادهم؟ معانا لحمه كفايه. ستون بون رد بجديه احنا مش هنا نصطادهم بس نفذ الاوامر. فجأة هانجر أشاروا كلهم رموا الرماح على قطيع. ستوبون صرخ وقال لسام جايلك دلوقتي. سام نط من على الشجرة وغرز الرمح في رقبة واحد منهم وصرخ الوحش ده بقى بتاعي، وبدأ يسوق القطيع في اتجاه قرية قبيلة جوز الهند. في نفس الوقت في معسكر تشين كل البنات من عشيرة جوز الهند كانوا بياكلوا بسلام. واحدة من الحراس دخلت تجري وهي مخضوضة وبتصرخ وتقول الملكة ان تيران هجمت على القرية بتاعتهم. ليزا وقفت فورا وقالت لازم نرجع هدفعهم تمنهم ده، لكن من جوه كانت خايفة. قرية جوز الهند البنات بيحاولوا يقاوموا لكن مفيش فايدة. حارسات القرية بيضربوا التيران بأسلحة بدائية زي النبل بس ما بتأثرش خالص في التيران السوداء. حاولوا يقربوا منهم ويضربوهم من قريب بس مفيش فايدة برضه، التيران أقوى منهم بكتير. واحدة من الحارسات وقعت على الأرض والتور الأسود كان هيخلص عليها. فجأة الملكة ظهرت وربطت ايد التور بالصوت وقالت له ازاي تجرؤوا تتهجموا على واحدة من بناتي، وقلبت التور مرة واحدة بقوتها على الأرض. لكن واحد من التيران ضربها وطارد بعيد ووقع منها الصوت. في اللحظة دي تشين جه بسرعة ولحقها قبل ما تقع وسألها انت كويسة؟ ليزا ردت هي وتتنفس بصعوبة انا بخير بس ايه اللي جاب التيران فجأة؟ جنبهم هانجر وستون بون ولونج وسام كانوا عاملين نفسهم براءة رغم ان هم السبب في الكارثة دي. تشين وقف قدام التور الكبير وقال له نسيت ألم الجروح ولا الفروة بتاعت الملك بتاعك اللي انا لابسها دي مش كفاية ترعبك؟ لكن السور بدأ يرجع لورا. تشين ضحك وقال الظاهر في ملك جديد عندكم بس ضعيف جدا. بسرعة أمر الجميع بالهجوم وقال لستون بون ركز على الكبير. سام نط على ظهر التور وبدأ يحاول يروضه وتشين لاحظ ان عنده موهبة القتال. تشين قال لليزا انها تمشي لكنها رفضت وقالت المعركة لسه ما انتهتش. قال لها بجدية انت مش قدهم ومعاك ناس قليلين لو دخلتي هتموتي. ليزا سكتت وما قدرتش ترد. تشين قال لها ليه مؤقتا ما تجيش عندي انت وقبيلتك تقعدي في ارضي شويه تتعافوا من الجراح اللي انتوا خدتوها، بعد كده ترجعوا هنا في الوقت المناسب وانا هوفر لكم اكل وشرب وهتبقوا تحت حمايتي كمان. قبيلتك كلها جرحى وتعبانين ومش في حال القتال خالص، عايزه بجد تشوفيهم بيموتوا؟ ليزا امرتهم بالانسحاب وانهم هيروحوا لقريه تشين ويساعدوا المرضى والجرحى. واحده من جنود قبيله جوز الهند اون من اشجع البنات في العشيره كانت غاضبه جدا بس ما قدرتش تعصي امر الملكه. بصت للجرحى وقالت بحزم يلا امشوا ورا رجال تشين وما تبصوش وراكم. تشين بص لايو وقال لها انا مسلمك مسؤوليه انك ترجعي العشيره كلها لمكانها، انا وستون بون هنفضل هنا نكسب لكم وقت. اما ستون بون والباقي فكانوا لسه في قلب المعركه. فجاه اون دخلت وسط المعركه من غير كلام. ستون بون قال لها وهو بيحاول يهديها لو خايفه ارجعي احنا اصلا غلبناهم قبل كده مفيش داعي للاندفاع. بس اون كانت عنيده ردت عليه انا ما اعرفش الخوف اصلا. تشين بص لستون بون وقال له سيبها البنات دي عندهم قلب اسد. وبعد شويه الشمس غربت والكل رجع قريه تشين وهناك استقبلتهم بنت اسمها ميا بابتسامه الحمد لله انكم رجعتوا كنا قلقانين عليكم. سالت على تشين والباقي ردت وقالت سيبناهم ورانا عشان يكسبوا لنا وقت لحقنا نرجع الجرحى بامان. ميا ابتسمت وقالت بنات عشيرة جوز الهند يقدروا يقعدوا في البيوت اللي لسه مبنيه دي. بعدها خدت نفسها وقالت بصراحه لولا بيج والرجاله اشتغلوا بكل طاقتهم رغم الاصابات ما كناش لحقنا نبني البيوت دي في الوقت ده. بعدين قالت ليزا كله تمام دلوقتي الناس استقروا في البيوت والاكل والامان متوفر ريحي بالك شويه. ردت ليزا بابتسامه خفيفه وقالت شكرا وما قصرتيش. خدت نفس وافتكرت كلام تشين اللي قاله قبل كده هدفنا كله اننا نضم عشيرة جوز الهند باقل خسائر ممكنه، احنا لسه طالعين من معركه صعبه ومش حمل حرب تانية والخطه فاضل فيها خطوه واحده بس. تاني يوم بيج راحت للونج وسالته كل حاجه تمام. رد عليها بابتسامه بسيطه طول الليل كنت واقف على الحراسه مفيش حاجه حصلت الحمد لله. في اللحظه دي كانت واقفه قدام بيت ليزا بتحرسه وفجاه حست الدنيا فوقها اتحجبت. رفعت عينيها لقت بيج نازله من فوق جايه تسلم. سالتها بحده عايزه ايه؟ ردت بيج بهدوء الملك عايز يقابل الملكه في موضوع مهم لازم يتكلموا فيه. المشهد اتنقل لتشين كان بيبص على نظام وشكله مش مرتاح.
فاضل 8 ايام بس على ما يكمل المهمة. فجأة حد خبط على الباب، طلعت ليزا قالت له وقالت لي عن فكرة دمج العشيرتين، وردي هو لا. بصيت له بعين كلها قوة، ما تفكرش انك هتفرض عليا القرار ده، احنا ضعفة مؤقتا، بس ده مش معناه انك تستغل ده. ردت شن بهدوء، انا مش بفرض، انا بقدم عرض، هعلمكم ازاي تبنوا وتصنعوا سلاح وتولعوا نار، وكل اللي بطلبه ان عشيرتكم تنضم لعشيرتنا. بعدين قرب منها وقال، الشجاعة لوحدها مش كفاية يا ليزا، انت ادرى مني ببشاعة عشيرة باي وقوة عشيرة الصخر العملاق. انت دلوقتي زي الغزالة المجروحة، والوحوش شموا ريحة الدم وجايين. ليزا خدت نفسها وقالت، بس ما ينفعش افرض على العشيرة بتاعتي راجل غريب، الا لو غلب الملكة بتاعتهم في نزال قدام الكل. لو كسب العشيرة هتبقى تحت امره. خرج تشن لبنات العشيرة بتاعت جوز الهند وقال، عشان الملكة مصابة ومش قادرة تنزل لنزال، ولان العدالة اهم من القوة، مش هدخل القتال، هسيب واحد من رجالتي مكاني. وصرح ستون بون هو اللي هينوب عني. ستون بون ضحك وقال، مين عايزة تتحداني؟ اون خرجت وقالت، انا. ضحك وقال، خلي بالك انا مش عايز اذيكي. قالت له بكل ثقة، وانت كمان خاف من سلاحي. المعركة بدأت. اون رمت سكينة عظم على ستون بون، لكنه اتفاداها. لقت شن واقف في ظهره فاضطر يصدها بفاسه، لكن فجأة سكينة تانية خبطت في خوذته. ستون بون اتعصب واندفع بيهجم، كان هيصيب اون، بس فجأة واحدة من بنات العشيرة رمت سكينة تانية على خوذته. ستون بون صرخ، ده غدر، في حد اتدخل. ستون بون وقع على الأرض، وأون كان قصدها من الهجوم ده إنها تغتال الملك تشين، بس تشين كان عامل حساب ده. من فوق السقف هانجر رمى رمح نزل على اون وخبطها في كتفها ووقع. البنات كلهم صرخوا، انتوا بتخدعونا، عايزين تضمونا ليكوا بالعافيه وبالحيله. ستون بون سحب سلاحه، ولونج سحب سلاحه. العشيرتين هيبداوا يخلصوا على بعض، مستنيين اوامر من الملكه والملك. تشين ارتبك وقال، انا مكنتش جاهز لعمليه اغتيال. وقال، هم عملوا كده لوحديهم ولا دي اوامر من ملكه؟ لو كده هاخد الملكة بتاعتهم كرهينة. فجأة ليزا صرخت بصوت عالي، كفاية، انتوا فاكرين اني مش فاهماكوا؟ انا عمري ما هقبل اننا نغدر بناس وقفوا جنبنا. المعركة دي احنا خسرناها خلاص. الملكة قالت لتشين، اون اكتر محاربة مخلصة وقوية ليا، لو كانش عشاني عمرها ما كانت هتعمل كده ولا هتتخلى عن كرامتها وشرفها بالطريقة دي. لو تقدر تسامحها سامحها يا ملك، وهنفضل دايما مديونين لك. ونزلت على الارض واتحايلت عليه. تشين من جواه كان هيموت من الفرحة. ألف نفس، والمرهم السحر اللي معايا هو الحل الوحيد ليها. قال للملكة، قومي، مش هسيبها تموت، هعالجها بما اننا اصبحنا حلفاء. لما شافوه بيعمل كده القبيلة كلها انبهرت وقالوا، ده سحر، الراجل ده معجزة، ونزلوا على الارض ليه. وبعدها حضن ليزا وسألها، دلوقتي تقدري تقولي ان عشيرتك تنضم لينا؟ ليزا اتكسفت وقالت، ايوه. قال لها، وانت تفضلي قائدة عليهم بس تحت امري. ليزا ضحكت وقالت، بس عندي طلب اخير، لازم تبقى شريكي ونعمل احتفال رسمي. شين ابتسم وبان عليه الفرح، حس ان الجوازة وقعت في حضنه من السما. تخيل كل حاجة، فرح، خواتم، خيمة، عرسان، طفلة صغيرة يكبروا سوا، يشوفوا جواز بنتهم، يكبروا في السن ويموتوا سوا. بس وهو في الاحلام دي ليزا بصيت له وسالته، مالك مش عايز تحتفل معايا؟ رد بسرعة، لا طبعا انا موافق وبكل قوة. وحضنها، طلب منها ترتاح، وقال للباقي كل واحد يرتاح، بعد ايام هنحتفل بالفرح والجواز بتاعنا. فجأة النظام بعتله، اخيرا تم تأسيس قبيلة، عايز تسميها ايه؟ سماها قبيلة شين لي.